الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل الكنافه بالكريمه او بالقشطه الكدابه، سهله بطريقه سهله وبسيطه. معانا اول حاجه هنعمل الكريمه عشان نسيبها تبرد. نحط كوبايتين لبن على النار، نحط عليهم معلقه كريم شانتيه، معلقه لبن بودره، معلقتين نشا. كل كوبايه لبن عليها معلقه نشا. هنقلبهم كويس. كل ده بنحطه على البارد قبل ما نشغل النار، ونقلبهم ندوبهم كويس في اللبن وبعدين نشغل النار. احنا شغلنا النار اهوت وبدأ يغلي، قوامه بدأ يتقل معانا اهوت. اول ما بدأ يغلي ننزل بالسكر، منكترش السكر، 3 معالق سكر او معلقتين سكر على حسب اللبن اللي احنا حاطينه، عشان طبعا الكنافة هتتسقى بشربات ميبقاش مسكرة زيادة. هنا هنحط شوية جوز هند، ده اختياري حسب الرغبة بس بيديها طعم حلو. اللي بيحب يحط، اللي مش بيحب ما يحطش عادي. ورشة فانيليا، ومعلقة سمنة بلدي. الكريمة دي هتجربيها مش هتندمي، طعمها حلو جدا وطلع اكنك حاشية الكنافة كريم شانتيه، حاجة كده ناعمة ودايبة جدا. بس هحطها على جنب تبرد. هنا قوامها حلو قوي، ما نتقلهاش عن كده. هنجيب الكنافة دي، كانت الكنافة عندي في الفريزر، هنقطعها او لو موجود كنافة طازة الاتنين متاح عادي، بس لما بيكون في الفريزر بقى تقطعها اسهل. هنا قطعناها خلاص. هنجيب صينية مدهونة زبدة وسمنة، ونرش الأرضية بتاع الصينية. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناة. بطاطا كويس، بس الكنافة سمنة أو زبدة. أنا بحطش سكر بودرة لأنه بينشف، اللي بيحب الكنافة ناشفة يحط شوية سكر بودرة. هي كده برضو الطعم مقرمش حلو، بس أنا مبحبهاش ناشفة زيادة. هنا هنحط الكريمة في النص أو القشطة الكدابة. هنا طبعا بعد ما بردت نحط طبقة وسط، ما نحطش طبقة كبيرة قوي، وما نعملش على الجناب عشان ما يتحرقش معانا. نسيب الجناب كده فاضية. هنحط الطبقة التانية من الكنافة. طبعا نكون مشغلين الفرن، نسخنه قبلها على درجة حرارة 200. هنا خلاص هنحط بقى الزبدة أو السمنة اللي متاحة عندك حطيه. حط شوية زبدة حلوين يعني أو سمنة حلوين. ندخلها بقى الفرن والمسبق مسخن مسبقا. هنا خلاص كانت خرجت من الفرن، هنسقيها بشربات تقيل. طريقة الشربات أنا عاملاها لكم وهحطها لكم في طريقة في الرابط. أول ما تطلع من الفرن لازم نسقيها بشربات تكون تقيل وبارد. هنا قلبتها خلاص على الوش التاني، هسي برضو الوش التاني. شايفين لونها حلو ازاي، طعمها جميل جدا. هنسويها بقى بشوية سوداني أو أي حاجة متاحة، أو ممكن نسيبها كده سادة. جربوا الطريقة دي مش هتندموا. انا هقطعها من بعض عشان اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. هنا كانت لسه سخنة، يعني المفروض اسيبها تبرد عشان اقطعها، بس انا قطعتها لكم عشان اوريكم الكريمة من جوه عاملة ازاي.
ودايبة بتدوب في البق وطعمها جميل جدا. كل اللي ده عجبته جدا. شايفين من جوه عاملة ازاي والكريمة عاملة ازاي، ناعمة جدا ودايبة. وصلت لآخر الفيديو، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وشكرا.